غلطات لو عملتهم بدل ما هتخس وزنك هيزيد وكرشك هيكبر ويبقى ترند. رقم واحد انك تمنع كربوهيدرات خالص او تقلل الكربوهيدرات لنسبه قليله جدا في الدايت بتاعك، وده هيجيب معاك نتيجه عكسيه وصحتك هتبقى في السطلانه. تاني حاجه بقى بلاش حقن التخسيس الغاليه قوي اللي طالعه موضه قوي الفتره دي، لان اضرارها اكتر من منافعها وبتجيب نتائج عكسيه معاك وبتعمل مشاكل في الغده الدرقيه لبعض الناس. تالت حاجه بقى بلاش تجوع نفسك زياده عن اللزوم زي الناس كده اللي بتاكل لها وجبه في اليوم وفاكره ان ده هيخسسها اسرع، بالعكس ده بيجيب نتيجه عكسيه وبيعلي الكورتيزون معاها. رابع حاجه بقى بلاش مزلكه في موضوع التمرين، وبالذات الناس اللي بتزود وقت التمرين او يزود اوزان في التمرين قوي وفاكر ان ده هيخسسه اسرع، بالعكس ده هيجيب نتيجه عكسيه وهيقلل العضلات وهيخليك ما تخسش. ولازم تهتم بتمارين المقاومه كويس، لان تمارين المقاومه هتقلل لك الترهلات بالذات في منطقه الفخذ والرجلين، ولازم تهتم بالتمارين كويس عشان ما يبقاش عندك او عندك ترهلات في البطن وترهلات في الفخذ والرجلين. اكتب لي كلمه ترهلات تحت في الكومنتات عشان ابعت لك تمارين التخلص من ترهلات الفخذ والرجلين.